فيلمنا بيبدأ في المطار بشابين اسمهم جايد وكايل، وبيكونوا مستنين صاحبتهم إيفا، وبيكونوا كلهم طالعين رحلة مع بعض لجزيرة كابو. وبيقول جايد لصاحبه إن غالبا إيفا مش هتطلع معاهم الرحلة لأن أبوها بيخاف عليها جدا. لكن في خلال دقايق إيفا بتوصل عندهم وبتكون جايبة الحارس الشخصي بتاعها اللي اسمه براندون. فبيروح جايد يتكلم معاها إيفا على انفراد، وبيسألها هي ليه جايبة الحارس الشخصي معاها. فبتقول له إيفا إن أبوها هو اللي صمم إن هو تطلع الرحلة لوحدها، وما كانش ينفع إنها ترفض طلبه. فبيتضايق جدا لأن أبوها مش واثق فيها. فبيقول لها ان هو زهق من تحكمات ابوها في علاقتهم والمفروض انهم ياخدوا حريتهم اكتر من كده. فبتعتذر له ايفا وبتوعده ان هو مش هيحس نهائي بوجود الحارس الشخصي معاهم. وفي نفس الوقت ده بنعرف على اسره مكونه من جد وجده وحفيدتهم جريس، وبيكونوا برضو كلهم طالعين رحله لجزيره كابو. وبتطلب الجده من جوزها ان هو ياخد جريس ويسبها لصاله الانتظار لحد ما هي تروح تجيب لجريس البسكوت اللي هي بتحبه. في الوقت ده بنشوف ايفا وهي بتختم جواز سفرها، وبتتفاجئ ان الموظف ان هي تبقى بنت المحافظ. فبيقول لها ان هو هيصوت لابوها في الانتخابات اللي جايه. وفي نفس اللحظه بتشوف جريس جدتها وهم في طريقهم لصاله الانتظار، وبالغلط جريس بتقع منها اللعبه بتاعتها وهي مش واخده بالها. فبتشوف ايفا اللعبه لكنها بتتجاهل الموضوع وبتمشي. وفي نفس الوقت ده بتلاحظ جريس ان اللعبه بتاعتها مش موجوده في شنطتها. فبتطلع تجري بسرعه علشان تدور عليها، وغصبا عنها بتخبط في ايفا وبتوقع عليها القهوه. فيفا بتتعصب عليها وبتفضل تزعق لها. فبتعتذر لها جريس وبتقول لها ان هي كانت بتدور على لعبتها. وبترجع جريس تقعد مع جدتها وهي زعلانه. فبتحس ايفا بتأنيب الضمير وبتروح تدور على اللعبه بتاعتها لحد ما بتلاقيها وبتديها لها. فجريس بتفرح جدا وبتشكرها، وبعدها ايفا بتسيبها وبتروح تقعد مع براندون. وبتشكره ايفا ان هو دايما واقف جنبها وبيدعمها من وهي صغيره. فبيقول لها براندون ان هو بيعتبرها زي بنته بالظبط، وبيسألها هي ليه صممت ان هو يطلع معاها الرحلة. فبيعترف لها ايفا ان هي جواها شعور مستمر بالخوف من ساعة موت والدتها، وبتقوله ان هي مش بتحس بالامان غير وهو جنبها. وبتطلب منه ما يقولش الموضوع ده لحبيبها علشان ما يتضايقش. وبعد شويه كل الركاب بيطلعوا الطياره، وبتقول ايفا لبراندون ان هي هتقعد مع اصحابها في الدرجه الاقتصاديه علشان ما تسيبهمش لوحدهم. وفي خلال دقايق الطياره بتطير في الجو، وبيبدا المضيف فريد في توزيع المشروبات على الركاب. وبيلاحظ فريد ان كايل بيسخر من مهنته، وبيقول له ان هو ميفرقش حاجه عن الخدم. فبيتعصب فريد وبيوقع عليه العصير كأنه هو مش واخد باله. وبعد شوية بيكون في مطبات هوائية عنيفة في الجو. فكابتن الطيارة بيتكلم في الميكروفون وبيطمن الركاب ان المطبات الهوائية دي بتحصل يوميا، وبيطلب منهم ما يتحركوش من اماكنهم لحد ما الاجواء تستقر. وفي الوقت ده بتبص جريز من الشباك اللي جنبها وبتلاقي محرك الطيارة بيولع. وفي اللحظة دي كابتن الطيارة بيطلب من كل الركاب ان هم يربطوا الاحزمة ويستعدوا للهبوط. وطبعا الركاب كلهم بيكونوا في حالة رعب شديد. ولكن فجأة شباك الطيارة بيتكسر وبيحصل انفجار جزء كبير من الطيارة، ومع الأسف الضغط الجوي بيسحب ناس كتيرة من خارج الطيارة وبيموتوا. وطبعا الكابتن بيفقد التحكم تماما في الطيارة وبتقع في أعماق المحيط. لكن من حسن الحظ إن مية المحيط ما بتوصلش للجزء الأخير من الطيارة، وده المكان اللي بيكون فيه إيفا وأصحابها قاعدين. وبتكون إيفا في حالة رعب شديد، وخاصة والدتها ماتت غرقانة السنة اللي فاتت. وفريد بيوصل عندهم وبيطمنهم إن هم لسه بخير. ولكن فجأة بيسمعوا صوت دوشة وبيلاقوا براندون جاي عليهم مع جريس جدتهم، وبتكون الجدة فاقدة الوعي تماما نتيجة المية اللي دخلت جسمها. فبيبدأ فريد يعمل لها انعاش لقلبها لحد ما بتفوق. وبتكون الجدة في حالة صدمة شديدة وبتسأل عن جوزها. فبيعتذر لها براندون وبيقول لها ان هو مات. وفي اللحظة دي بتتصاب جدا بان هو بيتهلع. فبيحاول براندون ان هو يهديها وبيقول لها ان هم في امان طول ما في اكسجين في الجو، وبيطلب منها يهدي لان هو مش هيسيبهم يموتوا هنا. وكمان فريد بيطمنهم ان كابتن الطيار تواصل مع خدمة الطوارئ قبل ما يقعوا في المية، واكيد هيقدروا يحددوا مكانهم ويعثروا عليهم فريق الانقاذ. وبعدها بيطلب براندون من فريد ان هو يجيب كل اسطوانات الاكسجين اللي في الطياره. فبيروح فريد يجيبها وبيكتشف ان هي فاضيه. فبيقول لهم براندون ان هو هيقوم لحد ما بيوصل للجزء الامامي من الطياره علشان يدور على اسطوانات الاكسجين. وبالفعل براندون بينزل الميه وبيبدا يعوم ويدور على الاكسجين. وفجاه بتظهر قدامه سمكه قرش وبيتعضه. فبسرعه بيبدا يعوم لحد ما بيرجع تاني عند باقي المجموعه وبيديهم اسطوانه الاكسجين اللي لقاها. وبيطلب من ايفا ان هي تخلي بالها من نفسها لان هو مش هيقدر يحميها. وفجأة سمكة القرش بتظهر من وراه وبتسحبه معاها.
فطبعا المجموعة بيكونوا في حالة صدمة من اللي شافوه، وبسرعة بيقوموا كلهم من أماكنهم وبينقلوا في آخر الطيارة، لأن ده الجزء الوحيد اللي المية ما وصلتلوش. وطبعا بتنهار إيفا من العياط، وبتحاول الجدة إن هي تهديها، وبتلاحظ الجدة إن دراع هايل مكسور، فبتبدأ تعمله الإسعافات الأولية، وبتحاول تداوي الكسر اللي في دراعه، وبتحط كتابين حوالين دراعه وبتربطهم وكأنهم جبس. في الوقت ده بنشوف فريق الإنقاذ من الهليكوبتر، وبيكونوا في طريقهم لموقع الطيارة، وبيتواصل المسؤولين مع فريق الإنقاذ وبيقولوا لهم إن هم بنت المحافظ من ضمن الركاب، وبيطلبوا من فريق الإنقاذ إن هم يبلغوهم بالمستجدات كل 5 دقايق. وبنرجع تاني وبنشوف جايد وهو مع إيفا، لأن هي مش موافقة إنهم يطلعوا لسطح المية بنفسهم، وبتقول له إيفا إن الموضوع خطير جدا، وبتطلب منه يصبر لحد ما فريق الإنقاذ يوصل عندهم. لكن جايد مش بيكون متأكد أساسا إن الكابتن بعت نداء الاستغاثة. في الوقت ده فريد بيسأل الجدة هي اتعلمت الإسعافات الأولية فين، فبتقول له الجدة إن هي كانت ممرضة في الجيش وقت الحرب العراق، وإن هي اتعرفت على جوزها هناك لأن هو كان جندي في الجيش. وبتفضل تعيط وبتقول لهم إن هي مش قادرة تتخيل إن هو مش هتشوفها تاني. وفي اللحظة دي بيشوفوا قدامهم أسماك القرش وهي بتاكل في باقي الركاب، فبسرعة كلهم بيغموا عينيهم، وفجأة الطيارة بتبدأ تتحرك وبتنزل بشكل أعمق في المحيط. فبسرعة كلهم بيمسكوا في بعض كويس لحد ما الطيارة بتثبت، وبيقول جيدلي وإيفا إنهم لازم يعوموا بنفسهم لحد ما يوصلوا للسطح، وده لأن الطيارة هتفضل تنزل بيهم في المحيط لحد ما المية توصل عندهم وتغرقهم. فبتقتنع إيفا بكلامه، لكنها بتقوله إن هما هيواجهوا أسماك القرش في الطريق. فبتقول لها جريز إن هي درست في العلوم إن أسماك القرش بتخاف من الفقاقيع، فممكن إن هما يعملوا فقاقيع في المية علشان يخوفوا أسماك القرش. فبيستهزأ كايل بكلامها وبينهم ان هو مش هياخد نصيحة تخص سلامته من طفلة عندها 10 سنين. ففريد بيزعله وبيقوله ان مفيش حل تاني قدامهم، وبيتفقوا سوا ان هما يعوموا لحد ما يوصلوا لسطح المية. لكن فريد بيقاطع كلامهم وبيقول لهم ان هما محتاجين بدل غوص، وبيقول لهم ان هو موجود في مكان شنط الركاب، لكن المشكلة دلوقتي ان المية غرقت المكان الشنط. وبتقول لهم ايفا ان هي هتطوع للمهمة دي وتنزل تجيب الشنط بنفسها. لكن فجأة بتتصاب ايفا بنوبة هلع وبتدخل الحمام وبتقفل على نفسها وبتنهار من العياط. وعلى الناحية التانية فريق الإنقاذ بيقدروا يشوفوا حطام الطيارة، وبسرعة بيبعتوا 2 من أمهر الغواصين للمحيط. في الوقت ده بتخرج إيفا من الحمام وبتلاحظ جريس إن هي بتعيط، فبتحضنها وبتأكد لها إن هما هيخرجوهم من هنا. وفي نفس اللحظة جريس بتشوف الغواصين من ورا الشباك، فبتنادي على الباقيين الفريق إن الإنقاذ، وطبعا كلهم بيفرحوا بيحسوا ان في امل. لكن فجأة بيشوفوا سمكة قرش جاية من ورا واحد من الغواصين، فبيفضلوا يشاوروا له علشان ياخد حذره. فبيلف الغواص ده لكنه مش بيلاقي حاجة، وفجأة سمكة القرش بتظهر وبتاكله. وبيستغرب كايل ان الغواص التاني اختفى فجأة، فبتقول له الجدة ان هي شافته وهو بيدخل من فتحة الطيارة، فبيروحوا يبصوا عليه وبيلاقوه مات هو كمان. فبتقرر ايفا انهم يرجعوا لخطتهم الاولى، وبتفتكر ايفا ان هي شافت شنطة معدات مع الغواص التاني، فبتقرر ان هي تنزل المية علشان تتأكد ان الشنطة معاه. فبتنزل ايفا وبتتأكد فعلا ان الشنطة معاه. فبتقرر جيد ان هو يقوم لحد ما يوصل للشنطة، لكن فجأة جيد بيتزحلق وبيقع في المية، ومرة واحدة بتظهر سمكة القرش وبتقطع رجله. فبسرعة أصحابه بيسحبوه وبيرجعوا كلهم في آخر الطيارة. وبتبدأ الجدة تعمله إسعافات أولية وبتربط له رجله بالحبل عشان توقف النزيف، وبيكون جيد مش قادر يستوعب إن هو خسر لرجله وبينهار تماما. وبيطلب من ايفا ان هي تاخد الفريق وتمشي من هنا لان هو مش هيقدر يجي معاهم. فالجدة بتطلب منه ما يفقدش الامل، وبتقوله ان هي شافت جنود حالتهم اصعب من حالته في الحرب ولكنهم نجوا في الاخر. وبعدها على طول بتنزل ايفا لمكان الشنط وبتفضل تدور على الشنطة اللي فيها بدل الغطس لحد ما بتلاقيها، وبترجع تاني للفريق وبيكتشفوا ان الشنطة ما فيهاش غير 4 بدل بس. وفي اللحظة دي بيحس جيد ان هو تعب شديد بسبب النزيف وبيبدأ يستسلم للموت. وبتروح ايفا تقعد جنبه وهي منهارة من العياط، وبتعتذر له ان هي خلته يطلع معاها الرحلة، وبتقول لها ان هو بيحبها جدا وبعدها بيموت. فبتنهار ايفا من العياط وبتحاول تعمل له انعاش، لكن للاسف ما بتقدرش تساعده. فبتحس ايفا ان هي السبب في موته وشعورها بالذنب وبيكون مسيطر عليها لان هي خسرت ناس كتيرة في الرحلة دي، لكنها بتقدر ما تستسلمش عشان تنقذ باقي الفريق. وفجأة منسوب المية بيبدأ يعلى في الطيارة، وبيفهموا ان الطيارة على وشك انها تتحطم تماما، وده معناه ان المية هتوصل عندهم في خلال دقايق. فبيتفق معاهم ايفا على الخطة اللي هيعملوها، واول حاجة انهم يلبسوا بدل الغطس، وبعدها يجمعوا كل سترات النجاة اللي في الطيارة ويلبسوها، واول ما يخرجوا بره الطيارة هيشغلوا سترات النجاة، وبعدها السترات دي هترفعهم للسطح على طول. وبتقول لهم ان هم هيستخدموا حالة الفقاقيع اللي جريس قالت عليها علشان يبعتوا القروش عنهم.
وبيكون كايل مرعوب وبيقول لهم ان هو مش هيقدر يعمل كده، وبيحكي لإيفا وهو زمان صغير كان بيعوم في حمام السباحة مع والده، ولكنه فجأة نزل في حتة عميقة وكان على وشك ان هو يغرق، وفضل مستني ابوه ان هو يرجع وينقذه لكنه مرجعش واضطر هو يساعد نفسه. ومن ساعتها الموقف ده وهو بيخاف من السباحة، فبتطمنه جريس ان هو هيكتم نفسه لمدة دقيقتين بس لحد ما يخرجوا بره الطيارة، وبعدها هيشغل سترة النجاة وهيطلع على السطح على طول. فبيقتنع كايل بكلامها وبيهدى شوية، وبعدها على طول بتبدأ إيفا بتجميع كل سترات النجاة وكلهم بيلبسوا بدل الغطس، وبتقرر جدا إن هي تسيب البدلة بتاعتها لحد تاني، وبيكون واضح إن هي هتضحي بنفسها علشان تنجز الفريق. وبتشوف إيفا سمكة القرش من وراها، فبتحاول تشتت انتباه جريس علشان ما تخليهاش تاخد بالها وتخاف. فبتسألها هي عايزة تبقى ايه لما تكبر، فبتقولها جريس ان هي عايزة تبقى دكتورة بيطرية علشان تساعد كل الحيوانات. وبتسألها جريس ان هي ناوية تعمل ايه لما تخرج من هنا، فبتقولها ايفا ان هي هتكمل دراستها في كلية الحقوق علشان تحقق رغبة ابوها وتبقى محامية. وفي نفس الوقت ده بنشوف فريد وهو بيساعد كايل وبيلبسه بدلة الغطس، فبيسأله كايل هو هيعمل ايه لو خرج من هنا حي، فبيقوله فريد ان هو هيرجع للمكسيك علشان يتجوز خطيبته. وبعدها ايفا بتجمع الفريق وبتقولهم الارشادات مرة تانية وبتطلب منهم يهدوا وما يخافوش. وفي اللحظة دي الطيارة بتنقسم لنصين ومنسوب المية بيعلى عندهم، وطبعا كلهم بيترعبوا وبيحسوا ان دي خلاص النهاية، لكن ايفا بتطمنهم ان هما هينجحوا في المهمة بتاعتهم، وبتقول لهم ان مفيش معاهم غير اسطوانتين اكسجين بس، في اسطوانة منهم هتكون مع جريس طول الوقت والاسطوانة التانية هتتقسم عليهم، يعني كل دقيقتين يسلموا الاسطوانة لبعض لحد ما يخرجوا من الطيارة. وبيتأكد عليهم للمرة التانية ان هما يشغلوا سترات النجاة بمجرد ما يخرجوا من الطيارة. في اللحظة دي بتقرب الجدة من ايفا وبتطلب منها تاخد بالها من جريس، وبتفهم ايفا ان الجدة مش هتروح معاهم وهتستسلم للموت. بعدها بتقول الجدة لجريس ان هي هتمشي وراهم علشان تحميهم، وبتطلب منها مع ايفا ان هي متسيبهاش ابدا. وبعدها على طول ايفا وجريس بينزلوا المية وبينزل بعدهم كايل وفريد. وفي الطريق ايفا بتشوف سمكة قرش جاية عليهم بسرعة، فبتستعمل الخرطوم اللي في سترة النجاة وبتبدأ تعمل فقاقيع في المية، ومن حسن الحظ ان الحيلة بتنجح وسمكة القرش بتبعد عنهم. في الوقت ده بنشوف الجدة وهي قاعدة في آخر الطيارة، وفجأة المية بتغرق المكان كله وبتموت الجدة. في الوقت ده كايل بيبص وراه ومش بيلاقي الجدة، فبيتصاب بنوبة هلع وبيرجع يقف تاني في آخر الطيارة. ففريد بيروح وراه علشان يجيبه، لكن فجأة بتظهر سمكة القرش وبتخلص على كايل. فبسرعة فريد بيكمل في طريقه لحد ما بيوصل عند ايفا وجريس، فبتديله ايفا اسطوانة الاكسجين عشان يستعملها، وبعدها بيكملوا في طريقهم لحد ما بيوصلوا عند مخرج الطيارة. وبتشافر ايفا لفريد علشان ياخد جريس ويخرجوا بره، وبالفعل فريد بياخد جريس وبيخرجوا بره، ولكن فجأة بيظهر سمكة قرش قدامهم ايفا، فبتترعب وبتخاف وبتفضل واقفة مكانها لحد ما سمكة القرش بتمشي. وفجأة الطيارة بتقع وبتسحب ايفا للقاع، فبتفضل ايما تعوم بكل قوتها لحد ما بتخرج بره الطيارة، وبعدها بتشغل سترة النجاة وبتبدأ تطلع للسطح. لكن فجأة الأكسجين بينخفض في دماغها وبيغمى عليها، وبتوصل إيفا للسطح وهي فاقدة الوعي، لكنها بتفوق في خلال ثواني وبتفضل تنادي على فريد وجريس لكنها مش بتلاقيهم. وبالصدفة بتشوف اللعبة بتاعت جريس على سطح المية، فبتاخدها معاها، وفي نفس اللحظة دي الهليكوبتر بيظهر فوقها، وبتفضل ايفا تشاور لحد الهليكوبتر ما بيشوفها وبينزلوا لها الحبل وبيسحبوها. وبتتفاجئ ايفا ان فريد وجريس موجودين في الهليكوبتر، فبتفرح جدا ان هما لسه عايشين. وبعدها بتسألها جريس عن جدتها، فبتعتذر لها ايفا وبتقولها ان هي ماتت، فطبعا بتنهار جريس من العياط، فبتحضنها ايفا وبتحاول تهديها وبتديها اللعبة بتاعتها. وفيلمنا بيخلص لحد كده. ما تنساش لو الفيلم عجبك تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الاشعارات عشان يوصلك كل جديد.